السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. طريقة جديدة ومختلفة للبسبوسة هعملها معاكم النهاردة، نقدر نقول كده طريقة غير تقليدية، وخاصة بقى ان احنا كستات بيوت كده بنزهق من الوصفات التقليدية وبنبقى عايزين نغير. فوصفة النهاردة مناسبة جدا. طريقة كمان سهلة وسريعة، وبالنسبة للطعم بصوا بقى هياخدكم في حتة تانية خالص. بإذن الله جربوا الطريقة وتعجبكم. تعالوا بقى نشوف الطريقة، بس تشوفوا لايك حلو زيكم كمان اشتركوا. اول حاجه معايا بيضتين بدرجه حراره المطبخ، معايا كمان كيسين من الفانيليا، وكمان كوبايه الا ربع من السكر، وكوبايه وربع من اللبن، وكوبايه الا ربع من الزيت، واخر اضافه بقى عندي هنا معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى. هبدأ ان اضرب بقى كده كل المكونات دي كويس جدا مع بعض في الخلاط، وهسيب بقى كده الخليط على جنب. وتعالوا بقى نحضر الخطوه التانية اللي هي المواد الجافه. معايا هنا كوبايتين من دقيق البسبوسة أو دقيق السمولينا، وده تقدروا تجيبوه من عند العطار أو من عند أي حد بيبيع خامات الحلويات. معايا كمان كيس من البيكنج باودر، رشة بسيطة جدا من الملح، وأربع معالق كبار من جوز الهند. هقلب بقى كده المكونات الجافة دي مع بعضها كده كويس، وبعد كده هبدأ أنزل بالخليط كده، يعني الخليط بقى اللي حضرناه كده على مرتين، بحيث بس يكون سهل في التقليب. هبدأ أنزل برضو كده بالجزء التاني برضو من الخليط، وهقلب طبعا كويس جدا. بعد كده احضر صينية عندي، وهبدأ بقى ادهنها كده معلقة كبيرة كده من السمنة. هنا تقدروا تشاركوا الأولاد، يعني تخلوهم كده يدهنوا معاكم الصينية. أنا ابني بيحب جدا إن هو يدهن لي كده الصواني. تقدروا طبعا إن انتوا تستخدموا المادة الدهنية اللي انتوا عايزينها بقى، سواء بقى سمنة أو زيت أو زبدة، لأن انتوا تدهنوا بيها الصينية. هبدأ أنزل بقى كده بالخليط. طب بعد كده هدخل الصينية عندي على فرن يكون حامي مسبقا على الشبكة في النص، ونار الفرن تكون فوق المتوسطة. طب بعد ما تطلع عندي البسبوسة من الفرن، بالنسبة بس ان هي اخدت وقت قد ايه، اخدت تلت ساعة. وبعد كده بعد ما تهدى بقى من الحرارة بتاعتها وتكون دافية، هبدأ ان انا اسقيها بقى كده بكوباية الا ربع من اللبن الدافي، واحط عليه معلقتين كبار من السكر. وكمان هحط عليه بقى صوص الشوكولاته. الشوكولاته ده حضرناه كتير على القناه، بس باذن الله هسيب لكم المقادير بتاعته في صندوق الوصف. كل اللي هتعملوه ان انتوا هتحطوا المقادير كلها في الخلاط، وهيكون عندكم ألذ صوص شوكولاته بدون شوكولاته. تمام. طب انا طبعا قطعت الصينيه او قطعت يعني البسبوسه ل8 قطع، كل قطعتين قصاد بعض هزينهم بنفس التزيين. استخدمت شوكولاته كريسبي، استخدمت كمان سوداني، وكمان هستخدم سوداني مجروش. واخر قطعتين اللي هم قصاد بعض استخدمت شوكولاته فورماسيل اللي هي البني. بالنسبه طبعا للتزيين طبعا حسب ما انتوا عايزين، يعني مش لازم ابدا زي ما انا عملت، لا التزيين اللي انت عايزاه. تمام. طب تعالوا بقى كده نشوف بقى نطلع بقى قطعة كده ونشوف ايه اخبار بقى كده البسبوسة. زي ما انتوا شايفين اهو بقى، بصوا القطعة اهي، بصوا القطعة عالية زي ما احنا كده، يعني هي شبيهة كده شوية للكيكة اللي هي طبعا بتبقى كيكة مرتفعة شوية. عايزة اقول لكم ان طعمها لذيذ جدا. زي ما قلت لكم وصفة سريعة مختلفة كمان مش تقليدية، وده دايما اللي احنا بنبقى عايزينه كستات بيوت، ان احنا نغير في الحلو اللي بنعمله. بإذن الله جربوا الطريقة وتعجبكم. ولو عجبتكم تشوفوا لايك حلو زيكم كمان اشتراك ومشاركة عشان الكل يستفاد. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله.